اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. اول خبر معانا النهارده بيفيد ان النادي الاهلي خلاص دلوقتي في مرحله تقديم الطلبات لاتحاد الكوره بعد تدخل الوسطاء الكبار لحل هذه الازمه سريعا وعدم تفاقمها. من اهم المطالب دلوقتي عند النادي الاهلي هي ان احمد مجاهد يبتعد عن تعيينات الحكام. النادي الاهلي متاكد بنسبه 100% بان احمد مجاهد هو اللي بيدير لجنه الحكام، وان اوسكار رويز ما هو الا موظف عند احمد مجاهد، ومجاهد هو اللي بيختار تعيينات الحكام، خاصة الحكام اللي بيكونوا من بلديات ومن كفر الشيخ. دايما هم دول اللي بيتم تعيينهم في الماتشات اللي تلمعهم. فبالتالي النادي الاهلي بيطالب اتحاد الكورة بضرورة ابعاد احمد مجاهد عن تعيينات الحكام. وكمان النادي الاهلي طلب من الوسيط ان اتحاد الكورة ما يقللش عدد الاجانب بدءا من الموسم الجديد، وانه يمشي باللائحه. وبالفعل اتحاد الكوره ابلغ النادي الاهلي بانه هيمشي باللائحه قبل بدايه الموسم الجديد. في اجتماع رؤساء الانديه مع اتحاد الكوره هيتم مناقشه هذا الامر واتخاذ القرار النهائي بشان تقليص اعداد الاجانب او لا. لو الانديه صوتت على لا، خلاص لن يتم تخفيض اعداد الاجانب. يعني كده الانديه هي اللي هتحدد هل نخفض اعداد الاجانب او لا. على فكرة أنا عندي رأي في عدد الأجانب ده، إن تخفيض عدد الأجانب هيكون في مصلحة الأهلي ومصلحة الزمالك. النادي الوحيد اللي في مصر اللي هيتضر من القرار ده هو نادي بيراميدز، لأن بيراميدز هو الوحيد اللي عنده أفضل أجانب في الدوري المصري، وهو الوحيد القادر على ضم 5 أجانب بفلوس كتير وعلى أعلى مستوى. فأعتقد أنه تقليص عدد الأجانب ده هيكون في مصلحة الأهلي وليس ضد مصلحة النادي الأهلي. وعلى النادي الاهلي الان التركيز بقى على ما يفعله المدرب الدنماركي جي سيروب في التدريبات القادمه لاعداد اللاعبين بافضل شكل للقائي بيراميدز والزمالك. النادي الاهلي كمان بيؤكد على ان محمود الخطيب تراجع عن فكره تقديم شكوى ضد اتحاد الكوره وهاني ابو ريده الى مجلس الوزراء المصري، وذلك بعد تدخل مسؤول كبير في الدوله المصريه من اجل تهدئه الاوضاع. المسؤول الكبير ده اللي تدخل هو لم يتدخل عشان مثلا يمنع النادي الاهلي من انه ياخد حقه، او مثلا يقف مع اتحاد الكرة ضد الاهلي كما يصور البعض. لا، المسؤول ده تدخل من اجل حصول النادي الاهلي على حقه بشكل طبيعي، وحصول اتحاد الكرة ايضا على حقه، ولكن بهدوء تام بدون بيانات وبدون اشتعال للاجواء. فبالتالي النادي الاهلي بيقول محمود الخطيب تراجع عن فكرة تقديم شكوى ضد اتحاد الكورة لمجلس الوزراء بعد الوعود اللي حصل عليها محمود الخطيب بحصول النادي الاهلي على حقه كاملا. كمان النادي الاهلي بيؤكد على ان هناك طلب اساسي، وهو ابعاد محمود وفا عن ادارة اي مباراة للنادي الاهلي لمدة عام كامل. طبعا هو الموسم الحالي لحد ما هيخلص كده كده محمود وفا خلاص مش هيحكم لا ماتش المصري ولا ماتش انبي. ولكن بقى الموسم الجديد هل محمود وفا ممكن يجي يدير مباراة للنادي الاهلي؟ بالتأكيد لا. النادي الاهلي بيؤكد على ان المطلب ده اساسي ولا رجع فيه، وبيهدد مشوار النادي الاهلي في الموسم الجديد، وهو عدم تعيين محمود وفا في اي مباراة للنادي الاهلي لمدة موسم على الأقل. يعني الموسم الجديد بالكامل يبدأ ويخلص من غير ما النادي الأهلي يشوف محمود وفا حكم، سواء حكم ساحة أو حكم فار. كمان النادي الأهلي بيقول إن بعد اللي عمله أكرم توفيق ده بعد استبداله في لقاء الشمال القطري واعتراضه على هذا القرار، الموضوع ده ممكن يرجع الأمل شوية في عودة أكرم توفيق للنادي الأهلي، لان هناك المسؤولين في دول الخليج بشكل عام ما بيحبوش اي لاعب بيعمل تصرفات زي كده، ومن الاخر كده بيقفلوا منه. فوارد اكرم توفيق اساسا مدربه بقى يجمده وما يعتمدش عليه بعد اللي عمله ده واعتراضه، وبعد كده في نهاية الموسم يكون نادي الشمال القطري هو اللي عنده الرغبة في التخلص من اكرم توفيق. ساعتها بقى يدخل النادي الاهلي من اجل ضمه، خاصة وان اكرم توفيق مطلب اساسي عند سيد عبد الحفيظ ويتمنى عودته للنادي الاهلي، لان عودة اكرم توفيق ممكن في النهاية تخلي الاهلي يتراجع عن ضم لاعب اجنبي في وسط الملعب.
عندنا كمان تحرك جديد من مجلس إدارة نادي سموحة، وهو تقديم خطاب لاتحاد الكورة لمعرفة ما هي المستجدات التي سيفعلها الاتحاد تجاه عدم احتساب ضربة جزاء لصالح نادي سموحة بعد عرقلة إمام عاشور لصمويل أمادي جناح نادي سموحة المعار من نادي سيراميكا. يعني أيوة، صمويل أمادي ده هيرجع لسيراميكا بعد نهاية الموسم الحالي. نادي سموحة بقى بيطالب الحصول على حقه، وبيطالب كمان ان لازم اتحاد الكورة يوضح الاسباب الفنية من لجنة الحكام لعدم احتساب ضربة جزاء. عندنا كمان جilberto بينفي تواصل النادي الاهلي معه حتى الان بشكل رسمي لتولي منصب في لجنة الكشافين، ورابطة الأندية بتؤكد على ان موقفها واضح، وهو عدم التدخل في ازمة النادي الاهلي مع الحكام، لان الحكام دول تابعين لاتحاد الكورة، فبالتالي رابطة الأندية قانونا مش من حقها انها تتدخل في هذه الأزمة. النادي الأهلي كمان بيؤكد على انه بالتأكيد هناك مباراة ودية ستقام في المرحلة القادمة. النادي الأهلي لسه راجع في الساعات الماضية للتدريبات الجماعية، هيقعد كام يوم يتدرب، وبعد كده يعمل النادي الأهلي مباراة ودية، مباراة وحيدة فقط من أجل إعداد اللاعبين فنيا بشكل جيد قبل مواجهة النادي السماوي. كمان ماتش النادي الأهلي الودي ده وارد جدا يتم إذاعته عبر قناة النادي الأهلي، يا إما مباشر أو يتم تسجيله وإذاعته بعد كده، ولكن صاحب القرار النهائي في إذاعة اللقاء الودي سيكون المدرب الدنماركي جيسروب. لو المدرب وافق على إذاعة اللقاء الودي على قناة الأهلي هيتذاع. النادي الأهلي كمان بيقول إن عادل مصطفى هيكون عنده صلاحيات كبيرة في إدارة النادي الأهلي في لقائي بيراميدز والزمالك. عادل مصطفى النادي الأهلي اتكلم مع المدرب الدنماركي بشأنه، وطلبوا منه الاستماع لعادل مصطفى في آرائه الفنية في إدارة المباريات والتغييرات والتكتيك وطريقة اللعب وهكذا. كمان النادي الأهلي بيطلب من اتحاد الكورة ضرورة إقالة أوسكار رويز. النادي الأهلي شايف أوسكار رويز هو الخيار الأسوأ في لجنة الحكام. هو ليس رئيس لجنة حكام، هو موظف في اتحاد الكورة. يعني مثلا أي تدخلات خارجية في تعيينات الحكام بينفذها على الفور دون مناقشة أو اعتراض. طبعا الكلام ده ما كانش بيحصل أيام مارك كلاتنبرج، لما فاكرين مرتضى منصور وقتها طلع وقال كل لما اجي اتكلم معاه مش عارف اتواصل معاه، عايزين حد مصري عشان اعرف اتكلم معاه ويرد عليا. فبالتالي كلاتنبرج هو اللي كان مانع اي تدخلات خارجية في لجنة الحكام، وكان ممشي الحكام صح، وكانت افضل فترة للحكام ايام كلاتنبرج. ولكن وقتها الزمالك كعادته لما بيلاقي نفسه مش عارف يكسب عشان الحكام ماشيين صح ومفيش احتواء، فعملوا بقى كل المؤامرات دي عشان يمشوه. لجنة التظلمات كمان بتؤكد على انها هتجتمع الاسبوع القادم باذن الله للنظر في تخفيف عقوبة ايقاف محمد الشناوي، وان الشناوي غالبا باذن الله سيعود لقائمة النادي الاهلي بشكل طبيعي ابتداء من لقاء الزمالك في قمة الدوري. عندنا كمان عصام سراج خلاص هو اللي هيكون مدير التعاقدات في النادي الاهلي، وسيد عبد الحفيظ هيكون هو المدير الرياضي للنادي الاهلي لمدة موسم حسب ما أكد أحمد شوبير بعد رحيل محمد يوسف. يعني الموسم الجديد عبد الحفيظ هيكون هو بمثابة المدير الرياضي للنادي الأهلي.